اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة فطير مشلتت. وصفة سهلة ولذيذة جدا، وكتير مننا نفسنا نعمل فطير مشلتت بس ما بيبقاش عارفين تفاصيل معينة عشان تخلي الفطيرة تطلع ناجحة. المكونات اللي معايا: نص كيلو دقيق، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، كوباية مية اللي هي الكوباية 250 ملي، هي ديت بنحطها كلها على نص كيلو دقيق. بيطلع الفطير مناسب جدا، الفطيرة بتطلع مناسبة جدا، مش محتاجة مية تاني، مش محتاجة دقيق تاني، بتطلع مظبوطة. عشان الفطيرة تطلع مظبوطة وتطلع طرية زي اللي بنشتريها من الشارع ومن الفلاحين ومن اي حتة، لازم نجيب الدقيق بتاع المعجنات. ما ينفعش نجيب ما ينفعش نروح السوبر ماركت نجيب اي دقيق وخلاص ونروح نعمل بيه فطير، مش هيطلع حلو. لازم لما اجيب الدقيق بتاع الفطير اختار الدقيق اللي مكتوب عليه دقيق معجنات، ده هيطلع الفطير مناسب جدا. او نروح للعطار نقول له عايزين دقيق هنعمل بيه فطير مشلتت، هيديك الدقيق المناسب كده، تضمني ان الفطيرة بتاعتك هتطلع حلوة. تاني حاجة، لازم طريقة العجن تبقى زي ما انا ما وريتكم كده، بتعجني وانتي بتعجني بتخبطي في الدقيق، بتخبطي في العجينة، بتخبطيها زي كأنك بتربي العجينة، بتطلع الفطيرة طرية ومورقة وجميلة جدا من الطريقة ديت في العجن. انا بوريكي هنا بعد ما عجناها بحط شوية زيت صغيرين في صينية، بعوز برضو ايدي شوية زيت صغيرين قوي، وباخد حتة من العجينة، باخد قطعة بعملها كورة، وهكذا بكور كل العجينة. المقاس المناسب ليكي، عايزة الفطيرة كبيرة هتكبري الكورة شوية، عايزاها وسط هتصغريها شوية، عايزاها صغيرة خالص هتخلي الكور صغيرة. انا بحب اعملها وسط، فبعمل حجم الكورة بالحجم اللي انتوا شايفينه. انا هنا بوريكم ان انا هعمله بالزبدة البلدي، ده ربع كيلو زبدة، بس انا مش هستخدمه كله في الفطيرة. الفطيرة الواحدة بتاخد 100 جرام زبدة، مش اكتر من كده، بتطلع جميلة جدا وطعم الزبدة فيها وجميلة جميلة، هتعجبكم قوي. بنغطي العجينة وبنسيبها تستريح، ما بتخمرش عجينة الفطير، ما بتخمرش، بنسيبها تستريح مش اقل من نص ساعة. بعد ما بتستريح بناخدها نفردها في صينية زي ما انتوا شايفين كده. بنجيب صينية وبنكون سيحنا الزبدة، بندهن الصينية اللي احنا هندخل فيها الفطير في الفرن وبنحطها جنبنا، وبنحط، لو انت عندك رخامة المطبخ واسعة بتفردي على رخامة المطبخ، زي حالاتي كده الرخامة عندك صغيرة شوية، بتجيبي اي صينية كبيرة عندك واسعة بتفردي عليها وبنرققه جدا على قد ما بنقدر، بنفرده بايدينا، بنرققه جدا على قد ما بنقدر. كل ما بفرد واحدة بجيب اللي قبليها احطها جواها واطبقها زي ما انت شايفة كده. اول واحدة بطبقها وبعد كده كل واحدة بفردها بجيب اللي قبليها وبطبقها، وهكذا افضل اطبق، افرد واطبق، افرد واطبق، احطهم كلهم جوا بعض لحد ما يكونوا لي فطيرة واحدة. النص كيلو بيطلع معايا 10 كور، يعني انا هعمل 10 طبقات، كل طبقة بطبقها زي ما انتوا شايفين كده. انتوا متخيلين الرقات هتبقى قد ايه؟ بتطلع مورقة جدا وجميلة، هتعجبكم قوي قوي. لكل الناس اللي ما بيعرفوش يعملوا فطير ومبتدئين في الفطير المشلتت زي حالاتي كده، الطريقة دي هتعجبكم قوي وهتتبسطوا منها جدا وهتريحكم وهتعملوها دايما وهتفرحوا بيها قوي. لو العجينة وانتي بتفردي الفطيرة اتقطعت منك زي ما شفتي كده، ولا يهمك ولا يضايقك خالص ولا تقلقي، عادي هنكمل وهنحطهم جوا بعض، مش هتبان خالص ان هي اتقطعت، وهتطبقيها وهتطلع جميلة جدا. انا هنا خدت الصينية وقعدت على الارض، لان طبعا القعدة على الارض احسن واريح، بالذات في الفطير المشلتت لان احنا بنعمل كذا طبقة، فلما بقعد على الارض ببقى متحكمة فيه اكتر وبتبقى اسهل بالنسبة لي.
خلاص كده انا خلصت الكمية كلها، بحطها في الصينية. بكون مشغلة الفرن قبليها لحد ما الفرن يوصل لدرجة حرارة عالية جدا جدا جدا. اعلى درجة حرارة عندك في الفرن سيبيه على اعلى درجة حرارة. هنا بعد ما فردتها في الصينية بوريكم ان انا جبت حتة قشطة اللي هي وش اللبن. انا ببقى مجمعاها وبشيلها في الفريزر. حتة قشطة وش اللي هي من وش اللبن بنفردها على وش الفطيرة، وبعد كده بندخلها الفرن. فرن سخن جدا جدا جدا، مسخنه مسبقا. يستحسن ان انا ابقى سايباه يسخن من وانا لسه ببتدي افرد في الفطيره. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما حطيتها في الفرن بتنفش الفطيره الناجحه المظبوطه، بتنفش كده في الفرن زي ما انتم شايفين، بتتنفخ وبتقب، وبتبقى لذيذه جدا جدا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. اللي ما جربش يعمل فطير مشلتت قبل كده، او عمله ونشف منه واتضايق وقال خلاص مش هيجرب مش هيكرر التجربة دي تاني، لا كرريها تاني بالطريقة دي وبالمقادير دي وبنفس التكنيك دوت، وهتعجبك قوي قوي قوي، وهتتبسطي منها وهتفضلي تعمليها دايما. وانا هنا بوريكم بعد ما استوت منفوخة ازاي، وما شاء الله وشها محمر وجميل. سواء حطيتي القشطة على الوش او ما حطيتيش القشطة على الوش هي بتحمر وبتبقى جميلة، بس انا بحط لها القشطة على الوش لان انا اولادي ما بيرضوش ياكلوا القشطة خالص، فبحاول احطها لهم في اي حاجة ياكلوها وما يبقوش واخدين بالهم ان هم اكلوا قشطة، تدي الحاجة غناوة كده وتبقى مغذية اكتر. بعد ما بطلعها من الفرن بغطيها بفوطة نظيفة بمشمع بأي حاجة شوية لحد ما تهدى، وبعدين بعريها بغطيها بستريتش وبسيبها. عايزين ناكل منها وهي سخنة براحتنا، عايزين نسيبها تبرد بتطلع جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. بنقطعها وبناكل، بصوا مورقة وجميلة جدا. حابة بقى تاكليه مع عسل وطحينة، حابة ترشي سكر بودرة على الوش، انا اولادي بيحبوها جدا وهي عليها سكر بودرة على الوش، طبعا بالجبنة القديمة يا سلام، جميل جدا جدا، هيعجبك قوي قوي قوي، هتتبسطي منه قوي يعني بجد. اي واحدة عملت فطير مشلتت قبل كده وباظ منها ونشف منها واتضايقت منه وقالت انا مش هعمله تاني، جربي الطريقة دي وجربي المقادير دي واعملي زي ما انا ما بقولك.